السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا لكل مربين الطيور واللي طلبتوه مني في التعليقات، وهو الأدوية الوقائية. تابعوا معايا الفيديو للآخر عشان أقول لكم على جدول الوقاية الصحيح وأنواع الأدوية اللي لازم تكون عندك في البيت دايما، وازاي تستخدمها بطريقة آمنة. ناس كتير بتستنى الطير يمرض عشان تبدأ تدور على علاج، لكن الصح انك تقيه من البداية. وهقول لكم النهاردة على مجموعة أساسية لازم تكون عند أي مربي. طبعا زي ما ظاهر قدامكم كده، عبارة عن أملاح معدنية، فيتامين الألف د 3 ه، رافع مناعة، ومضاد السموم، ومنشط الكبد، وغسول الكلى. في حاجات ينفع تتخلط على بعض وفي حاجات ما ينفعش تتخلط، فتابعوا معايا عشان اقول لكم كل حاجه خطوه بخطوه. اول حاجه الاملاح المعدنيه. الاملاح المعدنيه اساسيه جدا عشان تعويض العناصر اللي الطير بيفقدها سواء في الحر او وقت تغيير الريش، وبتساعد جدا في تقويه العظام وتحسين الخصوبه، وبتخلي الطير عنده نشاط. تاني حاجة هي فيتامين الألف د 3 ه، وزي ما انتم شايفين كده ممكن تلاقوا الألف د 3 لوحده والهي سيلينيوم لوحده، أو تلاقوا الاتنين مخلوطين في عبوة واحدة. وده من أهم الفيتامينات اللي بتحافظ على خصوبة الطير وعلى البيض والتفريخ. فيتامين ألف مفيد للبصر وللمناعة، وفيتامين د بيساعد في امتصاص الكالسيوم ومفيد جدا للعظم والريش. وأما الهي سيلينيوم فهو مسؤول عن الخصوبة والنشاط الجنسي. ثالث حاجة معانا هي رفع المناعة. ورفع المناعة دوره ان بيخلي جسم الطير يقاوم اي مرض او اي عدوى، وفي منه طبيعي زي الثوم والليمون والعسل الاسود، او ادوية جاهزة بتتحط على المية بنسب بسيطة. ورابع حاجة معانا هي مضاد السموم، وده مهم جدا خصوصا لو بتستخدم خلطات او علف جاهز. مضاد السموم بينظف جسم الطير من اي بكتيريا او فطريات او اي بواقي كيماويات في الاكل. بنستخدمه اما على المية او بودر بيتحط على العلف او الاكل بتاع الطير. وخامس حاجة معانا هو منشط الكبد. والكبد طبعا هو اللي بيشيل اغلب السموم في الجسم وبيساعد في عملية الهضم، فلما نحافظ عليه الطير بيكون نشيط واكله طبيعي. وبنستخدم منشط الكبد بعد كورس مضاد الحيوي او بعد فترة العلاج. واخيرا وليس اخرا الغسول الكلوي. غسول الكلى مهم جدا عشان بينظف الكلى من الاملاح الزايده، وبيحافظ على توازن الجسم خصوصا في الصيف او بعد ادويه كتير، وبنستخدمه علشان نطهر. طبعا يا جماعه الادويه اللي قدامكم دي بنستخدمها على الميه، وفي طريقتين للاستخدام. اما ان احنا نحط النوع الواحد 3 ايام متصله ورا بعض، بنحط الصبح مثلا وبعد 8 ساعات نغير الميه ومنحطش عليها حاجه لمده 3 ايام، وبعدين نفصل يوم او 2 ميه بس من غير ادويه، وبعدين ندخل على النوع التاني. او الطريقه التانيه ودي اللي انا بستخدمها شخصيا، عن طريق ان انا بستخدم كل نوع يوم واحد، واليوم اللي بعده اغير النوع لمده 6 ايام متصله، وبعدين بسيب يوم اجازه في الاسبوع بحط ميه بس. يعني بستخدم مثلا الاملاح المعدنيه دي يوم، تاني يوم احط الف د 3 اهي، تالت يوم رافع مناعه، رابع يوم مضاد السموم، خامس يوم منشط كبد، سادس يوم بيبقى غسول للكلى، وبعدين بسيب يوم فاضي الميه ما بحطش عليها اي حاجه، وارجع الاسبوع اللي بعده اعيد تاني. ودي الطريقه اللي انا بستخدمها بصراحه. فانت ليك حريه الاختيار، اما ان انت تستخدم النوع الواحد 3 ايام متصله وتريح يوم، او ان انت تستخدم كل نوع يوم وتريح يوم في اخر الاسبوع خالص. وطبعا النصائح المهمة اللي اقدر اقولها لك ان انت ما ينفعش تخلط اكتر من دواء في نفس الوقت الا لو كان المنتج اصلا مخلوط على بعضه. ودايما تستخدم الجرعة المظبوطة واللي بتكون مكتوبة عليها العبوة بتاع المنتج، واللي في الغالب بتكون سنتي على اللتر. في ادوية ممكن تكون اكتر وفي ادوية ممكن تكون اقل على حسب تركيزها. ودايما تختار الادوية بتاعتك من مكان موثوق ومعروف في السوق او في صيدلية بيطري، ما ينفعش تجيب من اي حد وخلاص. ولو الطير باين عليه تعب، الوقاية بتتوقف فورا وبنبدأ في العلاج على حسب الحالة. وبكده يا شباب نكون اتكلمنا عن أهم الأدوية الوقائية لطيور الزينة، واللي فعلا هتفرق في صحتهم ونشاطهم. لو استفدت من الفيديو ده ما تنساش تدعمني بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، واكتب لي في التعليقات بتستخدم أنهي أنواع علاج من الأدوية دي، وسواء كنت بتستخدم الأدوية الوقائية أو لأ فعرفني في التعليقات.
ولو حابين نتكلم عن الأدوية العلاجية في فيديو تاني ياريت تكتبولي. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.